عمرك فكرت ليه بيت بيبا بيج فوق تلة كأنه قصر دراكولا؟ يا نهار أبيض أنا همشي. أو ليه من جوه شكلها كأنها قصر ملوش نهاية؟ طيب يا صحابي، دي شوية ألغاز عن بيت بيبا بيج. بس استنوا، لو عايزين تكتشفوا أكتر الألغاز اللي تحير الدماغ ولو ما كنتوش تعرفوا، في سنة 2023 واحد ما كانش عنده حاجات كتير يعملها، لقى بيت في نص الحقل شبه بيت بيبا بيج قوي. ومن اللحظة الشخص افتكر انه اكل فطر ماريو كتير، بس اكتشف ان البيت ده فعلا هو بيت بيبا بيج الحقيقي في الواقع. كان عنده السقف الأحمر الكلاسيكي بتاعه وشكله مثلث، وطبعا كان في نص تلة لأن واضح إن ده المكان المفضل للخنازير الصغيرة. وطبعا انتوا عارفين احنا بنحب نستكشف الحاجات دي. بعد كده كتير بدأوا يفكروا، لو بيت بيبا بيج موجود فعلا في الحقيقة، ايه كمان من العالم ده كمان موجود؟ وبوم يا جماعة، بدأنا ندور زي المدمنين على الكوكاكولا، بندور على ايه كمان ممكن يكون حقيقي، لأن في الأول كل حاجة بتبان بريئة جدا. دي بيبا بيج ومامتها الخنزيرة وجورج مع أبوه اللي شكله هيموت من التعب وهو طالع التل. وأيوة، بس ليه يا ترى بيت بيبا من بره شكله بيت بسيط قوي، كله على بعضه يا دوبك يكفي سرير وخلاط، بس من جوه في صالة ومطبخ وسفرة وسلالم ملهاش نهاية، وكمان في مساحة كفاية عشان بابا بيج يقع بوشه. لا ده غريب جدا، يعني ازاي عملوها كده؟ ليه بيتي مش كده يا صاحبي؟ هو دكتور سترينج اللي بناها ولا ايه؟ لانك لما تشوف البيت من بره حتى جورج مع الديناصور بتاعه مش هيكفوا فيه. وده مش اغرب حاجة، لان في حلقة ماما بيج قالت حاجة ملهاش علاقة خالص. قالت في كشاف في الابو، اظن في كشاف في الابو. القبو اعمليها انت يا ابن، هنا مفيش حد خدام عندك، اعملها. القبو، بكرر القبو. انتي بتقولي ان البيت الصغير ده اللي فوق التلة وشكله شبه المثلث المعواج عنده ابو؟ فين؟ تحت التلة؟ جوه الجبل؟ ليه كده؟ احنا مش بنتكلم عن بيت كده، احنا بنتكلم عن بنكر سوفيتي ضخم جدا جدا جدا. ماما بيج بتقولها كأنها حاجة عادية، كأن كل عيلة خنازير عندها أبو تحت التلة. لا يا مدام، اشرحي لي أكتر، حد يفهمني؟ وبعدين يجي حلقة تانية بتخلي كل حاجة أسوأ، حلقة البيت المتنقل. العيلة تدخل عربية تخييم من بره شكلها صغير، بس من جوه فيها سراير ومساحة وتخزين وكل حاجة. يعني البيت المتنقل كمان عنده متلازمة مصنع بوبي بلاي تايم، وبيباه مش خايفة؟ طيب ايه نوع السحر البريطاني ده؟ والأغرب إن بيبا بتقول إنه شبه بيتها. العربية المتنقلة زي بيتنا الصغير. ده مضحك قوي. وهي أصلا عايشة في بيت بيكسر قوانين الفيزياء كل يوم. بالنسبة لبيبا دخول مكان مستحيل زي إنها بتقول زي بيتي، يمكن اللي شايفينه فوق التلة هو بس المدخل، لكن البيت الحقيقي تحت جوه التلة، نسخة الخنازير الأغنياء. لأن بجد تتخيلوا تكلفة الحفر قد إيه؟ تحفر تلة كاملة؟ يعني عملوها بآلات طايرة ولا إيه؟ دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن أفهم بيها وجود الأبو. يعني بيت بيبا مش فوق التلة، ده مدفون جوه التلة. يعني يا جماعة بيبا بيتها عبارة عن تلة. بس استنوا، لأن البلد كلها كمان غريبة جدا. خدتوا بالكم إن تقريبا كل البيوت في بيبا بيج فوق تلال؟ مفيش حد عايش في شارع عادي، مفيش بيوت جنب بعض، كل واحد عايش لوحده. وفوق كأن البلد متصممة ضد التسونامي. وهنا بالظبط بيجي حلقة الفيضان. في الحلقة دي بنشوف ازاي المطر بينزل زي الطوفان في الكتب المقدسة، والمية بتعلى وبتعلى، واللحظة بيبان ان كل حاجة هتغرق، بس المية عمرها ما بتوصل لبيت بيبا عشان هو عالي قوي. ومش بس بيت بيبا، البيوت التانية كمان. كأن نبي كان متنبئ إن في وقت من الأوقات القرية دي هتغرق. وبعدين بيجي حاجة تانية أغرب كمان، اسم القرية.
لأن المكان مش اسمه حاجة زي مزرعة الخنزير أو قرية سان خنزير الصغير، لأ، اسمه بيبا تاون. إيه؟ عفواً؟ ليه مدينة كاملة تتسمى على اسم بنت مجنونة عندها 4 سنين؟ تخيل مدينتك اسمها كيفنلانديا. ازيكم؟ احنا هنا في حلقة كيفن من كيفنلانديا. براندونوبوليس. ايه ده يا عم؟ فالسؤال هو ليه بيبا مهمة قوي كده؟ وهنا كل حاجة بتبدأ تبقى أغرب، لأن بيبا مش بتتصرف زي أي طفلة عادية. بيبا بتدي أوامر وبتصحح للكبار وبتفتكر نفسها الدكتاتورة بتاعة المكان. وأسوأ حاجة إن الكل بيسمع كلامها. وفي حلقة بتقابل فيها ملكة إنجلترا وبتسلم عليها عادي كده من غير أي اهتمام، وكأنهم أصحاب من زمان. بيبا بتروح للملكة وفي الأساس بتقول لها حضرتك انزلي في بركة الطين. لأ، ما ينفعش تلف حوالين بركة التين، لازم تنط جواها. استنى، لازم تلبس جزمتك. والملكة بتسمع كلامه. يا راجل، تخيل عندك 4 سنين وبتدي أوامر للملكية البريطانية. والغريب إن الملكة ما زعلتش، بس سمعت الكلام. يعني في احتمالين، يا إما الملكة كانت في مود التواضع، يا إما بيبا ليها مكانة إحنا مش فاهمينها. أهلا يا شباب وبنات، إحنا في المقدمة بتاعتي. 3 2 1. يمكن عيلته هي اللي أسست القرية؟ يا جماعة الموضوع بقى غريب قوي، وده بيخليني أسأل سؤال تاني. إيه اللي حصل في قرية بيبا بيج علشان يقرروا يعيشوا فوق السحاب؟ هو ممكن يكونوا افتكروا إن في طوفان كارثي حصل وعشان كده قرروا يسيبوا بيوتهم فوق أعلى التلال؟ لأن لو ركزتوا شوية هتلاقوا تصميم القرية وتوزيعها شكله استراتيجي جدا. فوق قمة تلة مش أظن إن في مفترسين هيجوا، حتى الفيضان نفسه ما قدرش يوصل لأي بيت. يعني كده كل الخنازير دي كان عندها خبرة من الأول، وعشان كده كل البيوت معمولة بالطريقة دي. غالبا أجداد عيلة بيج هم اللي نصحوا بكده، وعشان كده تكريما لعيلة بيج سموا القرية بالاسم ده. مش بس عشان بيبا شايفة نفسها الملكة القوية بتاعت القرية، ودي من التفسيرات المنطقية اللي أنا شايفها للألغاز دي. اللي مش قادر أفهمه خالص في الدنيا هو قد إيه البيوت كبيرة من جوه. قولولي لو حابين تشوفوا قد إيه بيت بيبا بيج كبير في الحقيقة في فيديو. بس يعني دي كانت من أغرب الحاجات اللي لقيناها في عالم بيبا بيج. سيبولي في التعليقات لو تعرفوا حاجات تانية، أو لو حابين تشوفوا فيديو عن أغرب الأخطاء في بيبا بيج، إحنا هنبقى بنقرأ تعليقاتكم. نشوفكم في الفيديو.